الفرق بين الاصيل وناكر الجميل. والله يا ونش يعني حقيقي طلعت لعيب اصيل، عارف قيمة نادي الزمالك، عارف كويس يعني ايه الايد اللي تمدد لك واللي ليها فضل عليك في الوقت اللي فيه واحد خاين بياخد صور جوه النادي اللي عمل اسمه وعمل تاريخه وبيتحايل عليه ويقول لك اصل رايح امريكا عشان اصيف. الونش بيظهر في برنامج تلفزيوني واتسأل سؤال: ليه رفضت الاهلي وبيراميدز وجددت في الزمالك مع ان الرقم اللي انت جددت بيه في الزمالك اقل من الاتنين؟ قال لك كلمتين مفيش غيرهم، قال لك انا لولا الزمالك ما كانش هيبقى اركب احسن عربيه، ما كانش ولادي هيدخلوا احلى مدارس، ما اقدرش ان انا ابيع المكان اللي عمل اسمي وعمل تاريخي. انا كنت لعيب في طلائع الجيش وما كانش حد يعرفني، مجرد ما جيت الزمالك احلى عربيه واحلى مدارس لاولادي واحلى عيشه. ذكر كمان السنتين، قال لك السنتين اللي كنت فيهم في اصابه الجمهور فضل معايا، النادي ما باعنيش، فدي كانت عندي بملايين الدنيا كلها. ليه؟ لانه لعيب راجل، لعيب عارف يعني ايه كويس فضل نادي عليه او نادي غير له حياته، عارف يعني ايه عنده جماهير بتحبه وجماهير متعشمه فيه وجماهير وقفت في ظهره في الوقت اللي هو ما كانش كويس فيه. هتيجي تقول لي هو جماهير الزمالك وقفت جنب زيزو امتى؟ ده زيزو على طول شايل الزمالك. لا، جماهير الزمالك وقفت ودعمت زيزو لان زيزو ما جاش هو احسن لعيب في مصر، زيزو جه لعيب عادي جدا كان بيضيع فرص كتير، كان لعيب مش اساسي، لكن بفضل نادي الزمالك وجماهير نادي الزمالك زيزو بقى احسن لعيب في مصر اخر 5 سنين. ده بفضل نادي الزمالك مش بفضل اي حد. الراجل اجتهد وكل حاجه، لكن نادي الزمالك هو اللي بروز ولمع زيزو ووداه منتخب مصر وخلى مصر كلها تعرفه. لكن للاسف اللعيب دوت عض الايد اللي اتمدت له، اللعيب دوت ما بقاش فاكر اي حاجه للجماهير اللي عملته او للنادي اللي عمله، باع النادي في اقرب مسافه او في اقرب طريق، باع النادي وباع الجمهور. صحيح ممكن يتعوض بحاجات احسن بكتير من اللي كانت موجوده في الزمالك، بس افتكر دايما ان انت يا تعيش زيزو يا تعيش الونش.